قبل ما نبدأ صلوا بينا على النبي. بيبدأ مسلسلنا بهونج وعشيقته شيا، وهي بتسأله امتى هيسيب اختها سوكو يتجوزها هي، فبيقول لها قريب بعد ما يتم آخر صفقة. لكن سوكو بتقفشهم وبتقتحم عليهم الأوضة وبتقول له هو ده بقى مشوار الشغل اللي انت فيه، وشيا بترد بداله وبتقول لها ازاي تدخل من غير إذن. وسوكو بتستغرب من بجاحة اختها وبتقول لها تسكت لأن هي اللي خاينة وعشيقة، وبتنزل فيها ضرب. وبعدها كمان في هونج اللي بيتعصب عليها لأنها جت هنا من غير إذنه، بس سوكو مش بترحمه وبتكمل ضرب فيه، وبترمي له دبلته في وشه وبتقول له انها مش هتكمل مع خاين زيه. بعدها بنشوف شاب قائد اسمه جين، وبيكون بيراقب كل اللي بيحصل وفرحان انها سابت هونج، وبيكون ناوي يقرب منها ويتجوزها. اما سوكي لما بترجع البيت والدها بيتخانق معاها لانها فسخت خطوبتها من هونج الشاب الغني وهتبوظ العلاقات اللي بينهم. بس سوكي بتعرفه ان بنته اللي هي اختها من الاب خانته مع خطيبها، فاكيد مش هتروح تتجوزه بعد خيانته. فالاب بيقول لها لو مش هتتجوز هونج يبقى تتجوز جين القعيد علشان الصفقات اللي بينهم، ولو ما قبلتش هيقتل والدتها. بتستعجب سوكي من قسوة والدها وبتضطر توافق على عرض الجواز، لكنه بيعرفها ان جين كان متوقع ان شيا اللي تتجوزه ولازم تقنعوا بيها قبل اليوم الثالث من دلوقتي واللي هو يوم الفرح. فبتوافق وبتعرفه انها تقدر تتجوزه قبل المده كمان. بعدها سوكو بتتصل بصاحبتها الوحيده كيكي وبتعرفها انها سابت هونج بس هتتجوز جين، وللكل عارف انه قاعد والعيله طردته واشتغل لوحده. وكوكو بتكون زعلانه عليها بس بتطمنها انها تقدر تتعامل معاه. بعدها سوكي بتروح لجين المرسم بتاعه لانه بيكون بيحب الرسم، وبتسال عليه هناك، واول ما بتشوفه بيكون قاعد على الكرسي وبيرسم لوحه ليها، وبتعرفه بنفسها وبعدها بتطلب منه الجواز على طول، وهو بيستغرب ان هي اللي بتطلب ايده، وبتوعده انها تاخد بالها منه وتراعيه زي اي زوجين طبيعيين، وتساعده كمان في تحركاته. وجيم بيسالها لو فعلا قد كلامها وتتحمل مسؤوليته لانها مش سهله، وهي بعد تفكير بتقول له ايوه وانها تقدر تعيش معاه حياه طبيعيه. وجيم بيوافق على عرضها وبيروحوا يتمموا الجواز، وكل واحد منهم بيكون فرحان بجوازه من التاني. وسوكي بتصور وثيقه الجواز وبتنزلها علشان الكل يعرف انها اتجوزت. وكمان جيم بيراسل صديقته وبيعرفها انه اتجوز، وهي كمان بتراسل صديقتها واللي اكيد خمنت انه جين، والاتنين ما يعرفوش بعض غير بالاسماء المستعاره. المهم ان كل واحد منهم بيوعد التاني يقابله بشريك حياته قريب، وجيم بيكون قلقان من نظرة سوكي لانها بتكون مش مئزه منه، بس بتعرفه انها حاسه انها شافته قبل كده مش اكتر. فجين كمان بيطمنها انه مش قعيد وانه مصاب بتمزق وكسر وقاعد على الكرسي فتره التعافي وقريب هيبدا علاجه. بعدها بتقول انها عايزه تعرفه على صديقتها كيكي علشان تطمن عليها، وبيروحوا يقابلوها وكيكي بتكون عايزه تضربه لانه اكبر سوكي على الجواز منه، بس سوكي بتوقفها وبتفهمها ان هي اللي طلبت منه الجواز. وهناك كمان بييجوا ليه صديق جين اللي بيشاور له علشان يعمل نفسه مش عارفه، وبيكون جايب عقد لسوكي اللي قررت تبيع اسهمها ليه من شركه هونج. اما جين بيكون مش عايزه تحس انه شاب غني لان الكل عارف ان العيله اتخلت عنه. وهونج لما بيعرف ان سوكي باعت اسهمها ليو بيتعصب على السكرتيره الغلبانه وبيحاول يتصل بسوكي بس بتكون عملت له حظر، فبينزل يتمشى شويه وبالصدفه بيلاقيها في الكافيه اللي جنبهم. هو بيسلم على ليو بعد ما بيسلموا الاسهم، فبيدخل يتخانق معاه وبيكون عايز يجبرها ترجع معاه البيت، وبيقول لها انه يسامحها على الغلطه اللي عملتها بس يلا بينا. فسوكي بتساله لو كان عبيط وبتعرفه انها ست متجوزه، هو بتطلب من الامن يخرجوه بره، وهو ما بيكونش مصدق انها اتجوزت ونسيت حب 4 سنين بسهوله، بس اللي ما يعرفوش انها ما حبتوش ولا يوم اصلا وكانت معاه غصب عنها. بعدها هو بيرجع البيت وبيعمل نفسه ما يعرفش حاجه، وبتكون شيا فهمت اهلها ان هونجا هيتجوزها بدل سوكي، لكن هو بينفي كلامها وبيهددهم كمان لو سوكي ما رجعتش ليه يعتبر كل الصفقات اللي بينهم ملغيه. وكلهم بيتصدموا وشيا معاهم لانه وعدها بالجواز، واهلها بيبداوا يلوموا فيها ويكذبوها لما قالت ان هونجا بيحبها. اما سوكي بتكون مع جين بيتمشوا وبتلاحظ انه زعلان فبتساله مالك، فبيعرفها انه زعلان علشان فرق بينها وبين هونج، واكيد هي بتستخدمه علشان تسير غيرته مش اكتر، وان هو مستعد يطلقها لو عايزه ومش هيقف في طريق سعادتها. فسوكي بتضحك وبتقول انها ما حبتش هونج وانها اصلا كانت معاه بالاجبار، ولما اكتشفت خيانته زعلت بس فرحت اكتر لانها تخلص منه. هو جين بيفرح بكلامها وبيسالها لو في يوم ممكن تحبه ويعيشوا زي اي زوجين طبيعيين، وسوكي بتتكسف من كلامه وقربها منه. هو بتقول لما نشوف. وهونج مجلس الاداره بيطلب منه يتنازل عن اداره الشركه بعد ما سوكي سابته، لكن هو بيرفض، وبيطلع بعدها بتصريح على النت ان هو وسوكي لسه مرتبطين واللي طلع كله اشاعات. هو جين لما بيشوف الفيديو بيتعصب وبيوريه لسوكي اللي بتضحك وبتقوله انه يأس لدرجه انه بدأ يكذب، وبتطمن جين انها تفضل معاه. بعدها بيرجع البيت والطبيب بيغير له على الجرح وبيطمن جين انه بقى كويس، بس طبعا غمزوا علشان يفهموا يقولوا انه محتاج رعايه. فسوكي بتفضل جنبه ولازقاله طول الوقت، بس طبعا غمزوا علشان يفهموا يقولوا انه محتاج رعايه علشان سوكي تهتم بيه. والطبيب بيفهم وبيقول لها فعلا جين محتاج شويه رعايه منها، وبيبكي وبيزعق لبنته اللي فهمته ان هونجا هيتجوزها، بس
طلع بتصريح انه هيكمل مع سوكي، لكن شيا بتقوله انه وعدها بالجواز واكيد في سبب ورا التصريح ده، وبتتصل بهونج وبتساله عن اللي قاله، فبيقول لها تبعد عنه لانه من يوم ما بقت معاه وبيته اتخرب. هو بيقفل في وشها بس شيا بتروح للشركه ومش بتسكت، وعنده سوكو وجين بيكونوا مقضيينها وحياتهم حلوه، وهو بيقدم لها خاتم علشان الكل يعرف انها متجوزه. هو بيطلب منها تروح شغل تاني غير شركه هونج لانه مش هيبقى مطمن وهي هناك، وبيعرفها انه هيتوسط لها عند المدير. هو بيقول لها لو لسه معايا الشركه بتاعتي كان كتبتها باسمك، بس هو اصلا بيكون بعتها على الشركه بتاعته وبيمثل عليها انه مفلس. وجين بيوصي عليها المدير سونج علشان يمضي معاها، اما هي بتحب تمشي ميل وبتقدم الطلب على النت زي باقي الموظفين. هو بالليل جين بيحضر لها عشاء كبير من كل الاصناف اللي بتحبها، وهي بتشكره وبتوعده انها تكون زوجه وفيه ليه. وتاني يوم جين بيفطر معاها وبيتمنى ليها التوفيق، وبيقول لها تثق في نفسها لانها خبره قديمه وتقدر تمسك اي منصب. بعدها بتروح الشركه وبتقابل سونج اللي بيقابلها مقابله الملوك، وبيكون محضر لها عقد كويس وبيخليها تشوك. وبتساله مش المفروض انها تكون تحت فتره اختبار الاول، فبيقول لها لا وان سمعتها سابقاها، وانه هو كمان متاكد من قدرتها في الشغل. وبعد ما بتمضي بتروح على مكتبها وبتاخد صوره ليها وبتنزلها على النت، وهونجو بيشوفها وبيتعصب لانها طبعا كده هتكذب كل اللي قاله امبارح. واول ما بيشوف ليلى السكرتيره بتاعته بيسالها لو تعرف اخبار سوكي، فبتقول له ايوه وبتوريه صورتها في الشركه، فبيتعصب وبيكسر تليفونها. ولما شيا بتسمع الخبر بتتصل على تيا العريضه اللي شغاله في شركه جين علشان تسيب الشركه وتعمل مشكله من اول يوم مع سوكي. وفعلا العريضه بتوافق وبتطلب تقابل سوكي، وبتغير العقد بس سوكي بترفض لان العقد ما ينفعش يتلغي، وبكده هتدفع الشرط الجزائي اللي في العقد. فتيا بتعمل نفسها زعلانه وبتشتكي للمدير ان موظفتهم الجديده هتبوظ الشغل، لكن سوكي بترد بداله وبتقول لها لو عايزه تسيب الشركه تتفضل بس هترفع عليها قضيه. وسونج بيكون خايف الشركه تخسر من ورا اللي حصل، هو بيروح يحكي لجين اللي سوكي عملته، فبيقول له يسيبها تتصرف براحتها لانه عارف انها تقدر تحل المشكله. وفعلا بتعمل سوكي اجتماع وبتعرفهم انها يستخدموا الذكاء الاصطناعي في الاعلان وهيكون اوفر ليهم، والكل بيوافق على الاقتراح. وبتفرح سوكي من نجاح اول قرار ليها. هو بتقابل جين اللي بيعمل نفسه انه قابلها بالصدفه، وعند شيا بتروح لهونجو وبتعرفه اللي هي عملته مع سوكي وانها بوظت شغلها واكيد المدير هيرفضها. وبتعرفه انها تساعده يطلع من المشكله دي بس بشرط يعلن انفصاله عن سوكي ويرتبط بيها هي، وهو بيوافق طالما انه هيرجع حقه من سوكي اللي بتكون مع جين في البيت وبيديها هديه تقدمها للجد بكره في عيد ميلاده. هو بتكون هديه نادره وبتساله جابها منين، فبيقول لها ان هو لسه ليه اتصالاته، هو بيكون لسه يقرب منها ويعمل جو رومانسي. بس اخوه لين بيدخل عليهم وسوكي بتتكسف وبتسيبهم لوحدهم، ولين بيكون جاي علشان يشتكي لاخوه من ضغط الشغل عليه والسفر في كل مكان علشان يتابع الشغل، فبيقول له يتحمل شويه بس لحد ما يخاف. وتاني يوم في عيد ميلاد الجد جين وسوكي بيقابلوا هونجو وشيا هناك اللي بيفضلوا يضايقوا فيهم وبيسخروا منهم وهونجو بيضايق جين بكلامه وانه قاعد وعيلته اتخلت عنه، عكس اخوه اللي حاليا ماسك الشغل وبيقصد لين اللي لما بيوصل بيسال مين اللي بيضايق اخوه، فهونجو بيقول انه بس بيعرفوا مكانته، لكن لين بيتضايق من هونجو وبيضربه، وبيعرفوا انه ده اخوه الكبير مهما حصل خلاف بينهم. هو بتوصل كيكي اللي بتسال هونجو وشيا دخلوا ازاي لان هي ما دعتهمش. هو بيكتشف هونجو انها زورت الدعوه والامن بيرميهم بره بطريقه مهينه، وطبعا هونجو بيطلع خنقته كلها على شيا اللي بتكون سببت في اهانته. بعدها بيرجعوا للحفله وبيقدموا الهديه للجد وبيفرح بيها لانه بيحب الروايح النادره. وبعد الحفله سوكي بيجي لها تليفون ترجع الشركه علشان يكملوا شغل المشروع، فبتسيب جين مع لين اخوه وبتروح الشركه، وبتتفاجئ ان الموظفين بيحتفلوا بنجاحها في اول مشروع ليهم. هو بتقعد وبتكمل شغل وبتفكر في جين، هو بتقول ان شكلها كده وقعت في الحب ولا ايه. اما جين بيكون عايز يعمل لها مفاجاه ويقدم لها اللوحه اللي رسمها، بس بيقرر ينتظر شويه لحد ما يخف وتبقى المفاجاه 2. هو تاني يوم بنشوف جاك اخو سوكي من الام مع شيا علشان يسالها على مكان اخته، بس هي بتقول له يروح يدور عليها بعيد وما يتكلمش معاها تاني لانهم مش من نفس المستوى. لكن سوكي بتشوفه بالصدفه قاعد لوحده وبتروح تسلم عليه، وهو بيفرح انه لقاها وبيعرفها انه رجع وكان بيدور عليها من فتره. هو بيسال عن قصتها مع هونجو وبنعرف انه فرح لما سابته، بس بيزعل لانها اتجوزت واحد قعيد، لكن سوكي بتعرفه انه شخص طيب وكويس معاها، وكمان هو عامل حادث مش قعيد. وفي الوقت ده للاسف بيشوفهم لين وبيفهم غلط وبيصورهم وبيبعتها لجين على اساس انها بتخونه. واول ما جين بيشوف الصوره بيتجنن وبيطلب من مساعده يوصله لمكانها بسرعه، وبس لين بيكون سبق وبيكتشف ان اخوها، وبيندم على تسرعه اللي بسببه هياكل علقه من اخوه اللي كمان هو بيكون وصل في الوقت ده، ومن عصبيته بيقوم من على الكرسي وبيكون هيقع بس سوكي بتلحقه، وبيطمن لما بيعرف ان جاك اخوها، وبيعاتب اخوه اللي خلاه كان هيولع من الغيره. بعدها بيرجع البيت وبياخدها الاوضه ضلمه وبيقول لها تغمض عينيها، وبيقوم من على الكرسي وبيقف جنب اللوحه اللي رسمها لها، وبيطلب منها تفتح عينيها، وهي بتتخض لما بتشوفه واقف وبتخاف عليه، بس بيعرفها انه خف وخلاص والعلاج بيجيب نتيجه معاه. بعدها بيرفع الغطا من على الصوره وهي بتتفاجئ بيها، وبتساله لو هي نفسها اللوحه اللي شافتها اول يوم قابلته فيه، فبيقول لها ايوه وانه بقاله سنين شغال عليها واخيرا دلوقتي قدر يكملها لما بقت معاه. وسوكي بتفرح لانها اخيرا لقت حد يهتم بيها بعد ما كانت مجرد بديل لشيا في اي حاجه. وجين كمان بيعترف لها ان هو الطفل اللي ساعدته وهو صغير، ولما كبر فضل يدور عليها كتير، ولما لقاها كانت ارتبطت بهونج ففضل يتواصل معاها على النت باسمه مستعار، وهي
وهي بتتفاجئ لثالث مرة ان هو صديقها اللي على النت، وبيعترف لها بحبه كمان علشان يزيد صدمتها اللي بتكون اجمل صدمة ليها، وبيقضوا بعدها الليلة سوا، ومن بعدها بيكونوا زي اي اتنين متجوزين، حتى ان سوكي بتجيب له هدية حزام، وهو بيقول لها ان ده معناه ان عايزة تفضل معاه على طول، وهي بتتكسف من كلامه وبتقوم من جنبه. اما عند شيا بتكون متعصبة لان هونج ما عبرهاش من يوم عيد الميلاد، وبتقرر انها تتصرف بسرعة وتتجوز هونج، وبتروح للشركة وبتسأله ليه ما كلمهاش من يوم عيد الميلاد، فبيعرفها انه كان مشغول، فشيا بتقول له لو مشغول بسبب سوكي فهي عندها الحل، واللي هو انهم يعلنوا جوازهم ويوزعوا الدعوات في وقتها، بس هيغيروا اسم العروسة، ووقتها سوكي هتغير وهتعرف ان الموضوع قلب جد وهترجع له، وهونج بيفرح بالخطة دي، وبيوعدها ان بعد ما يرجع الاسهم للشركة تاني هيطلقها ويرجع لها هي، وبينادي على ليلى علشان تحجز له اكبر قاعة في البلد، بس بتعرفوا ان الاسعار غالية اليومين دول وكفاية عليه قاعة عادية، بس هو بيتعصب عليها وبيقول لها تنفذ اللي يطلبه، فبتقول له من عينيا بس ادفع الاول، فبيديها الفيزا تحاسب منها، وبيكون فاكر انه هيعوض خسارته بعدين. هو تاني يوم شيا بتروح لسوق الشركة وبتطلب تقابلها، وسوكا بتكون فاكرة ان هيجينو عامل لها مفاجأة، لكنها بتتفاجئ بشيا واللي جايبه لها دعوة فرحها على هونج، وبتطلب منها انها تحضر، بس سوكا بترفض وبتقول لها تركز في حياتها وتبعد عنها، والصراحة هي ندمانة على الدقايق اللي ضيعتها معاها، فاكيد مش هضيع وقت في فرحها على هونج، وبترمي لها الدعوة وبتمشي. بعدها بتتصل على كيكي صاحبتها وبتعرفها نيجي نعزمها على العشاء بالليل وعايزها معاهم، وبتعرفها بزيارة شيا ليها، وانها متضايقة علشان شافتها ومش عارفة ليه مش عايزة تشيلها من دماغها. وفي الوقت ده بتشوف جين مع مجموعة عملاء وبينادوه بالرئيس، فبتجري وراهم علشان تتأكد لو كان اللي شافته صح، بس جين بياخد باله وبيستخبى بسرعة هو والمساعد بتاعه، ولما سوكي بتحصلهم بتلاقي سونج اللي مع العملاء، فبتتأسف لهم وبترجع مكتبها تكلم جين اللي بيكذب عليها وبيعرفها انه في المرسم، وبيقول لها تجهز نفسها علشان العشاء بالليل، بس هي بتقول له يخليه بكره. اما شيا بتروح للعيلة وبتعرفهم انه فرحها على هونج بكره، بس والدها مش بيصدق وبيسألها لو هتكسفهم زي المرة اللي فاتت، فبتقول له ابدا وبتديه الدعوة علشان يتأكد. وفي الوقت ده هونج بيكون بيتخانق مع ليلى علشان ما حجزتش المكان، فبتعرفوا انها حجزت لكن المكان لغاه لانه ما دفعش، لانه فلوسه خلصت على تجهيزات قبل الفرح وباقي القاعة، فهونج بيطلب منها تاخد من خزينة الشركة وهو بعدين يبقى يردهم، ولما بتعرفوا ان كده يعتبر اختلاس بيتعصب عليها وبيفكرها انها شغالة عنده، فليلى بتجيب اخرها منه وبتقول انها مستقيلة لانها مش عايزة تشتغل مع واحد فاشل زيه، لانه من يوم ما سوكي سابت الشركة وهي باظت. فهونج بيتعصب وبيقول لها بكرة ترجع ندمان علشان يرجعها مرة تاني. بعدها بتدخل موظفة تاني وبيقول لها لو جاية علشان اسامحها انسي، لكن هي كمان بتفاجئه بتقديم استقالتها هي وباقي الموظفين لانه مدير فاشل، فبيتضايق وبيكون مش عارف يعمل ايه في الشركة اللي فضيت عليه. وعند شيا بتكون بتلبس فستانة واهلها بيكونوا فرحانين، وبيطلبوا منها تركز في باقي حياتها وتحافظ على جوزها. وفي الوقت ده بيوصل هونج اللي بيطلب منهم يسيبوهم لوحدهم علشان يقول كلمتين لمراته، واول ما بيطلعوا بيسألها لو سوكي اخدت الدعوة لانها لحد دلوقتي ما جاتش، فبتعرفوا انها سلمتها الدعوة واكيد هتيجي، بس شيا بتكون عارفة انها مش جاية، وبتخدر هونج لحد ما يتمموا الجواز. بعدها بيطلعوا يسلموا على المعازيم، وهونج بيكون عينه على الباب ومنتظر وصول سوكي اللي بتكون وصلت بره اصلا، واتفاجئت ان الفندق ده فيه فرحهم، وبتكون هتمشي بس جيم بيقول لها انه حاجز بعيد عنهم يعني مالهمش دعوة بيهم، وبيتحركوا على مكانهم وبيشوفهم هونج اللي بيفرح اول ما بيشوفها بس هي بتمشي، فبيتصدم انها ما كانتش جاية ليه اصلا. وبعد شوية الكاهن بيطلب منهم يلبسوا الخواتم، بس هونج بيكون متردد لحد ما بيشوف سوكي تاني، وبيضحك لها بس هي بتسيبه وتمشي، فبيسحب ايده وبيسيب شيا لوحدها، هو بتبقى فضيحة جديدة ليها. اما سوكي بتروح لجين وبتقول انها عايزة تمشي من هنا لانها بتعدي على قاعة هونج لو حبت تروح الحمام، فجين بيعرفها انهم هياكلوا ويمشوا وما تزعلش نفسها، بس هونج بيجي يقتحم الغرفة عليهم وبيطلب منها ترجع له، وهي بتحاول تقنعه انها متجوزة بس مش بيصدق، لحد ما جين بيمسكه بيقول له انا من اول المسلسل عايز اضربك اصلا، وفعلا بينزل في ضربه. بعدها بينادي للامن علشان يرموه بره، هو الشيء ما بتكونش عارفة تودي وشها فين، وبتعاتب سوكي ان عايزة تخطف عريسها منها، فسوكي بتتعصب عليها وبتقول لها تفتح شوية لان هونج اللي بيطاردها مش هي، والامن كمان بيطلعها بره. وهونج بيجي له تليفون فبيسيب شيا فستان الفرح وبتقف محرجة قدام الناس. اما هو بيوصل الشركة وبيلاقي ليه عامل اجتماع، وبيعرفوا انهم اكتشفوا سرقته لخزنة الشركة، بس هونج بيفكروا ان دي شركة والده، وليه بيقول انه مساهم فيها، ولو مش عايز يبات الليلة في السجن يمضي على تنازل عن منصبه في الشركة، وفعلا بيضطروا انه يمضي. وكيكي بتتصل على سوكو وبتقول لها تشوف النت لان هونج بيلعب لعبة جديدة، وبيصدموا من الفيديو اللي هونج بيصرخ فيه، وبيقول ان سوكي اللي بوظت فرحه امبارح وخلته يسيب عروسته علشانها، وبيتمها بالغيرة من اختها وانها عايزة تفرق بينهم. وسوكي بتتضايق لكنها بتقرر ما تاخدش رد فعل دلوقتي، بس هونج بيقرر يجيب لقطات المراقبة علشان يثبت للكل ان هونج اللي بيجري ورا مراته. اما هونج بيروح لعيلة شيا وبيتأسف لهم على اللي حصل، وبيعرفهم انه هيعمل لها فرح كبير بس بعد المناقصة الجاية، وانه هيحتاج منهم سلفة صغيرة علشان يكمل على فلوسها، ولو نجحت هتنقلهم كلهم نقلة كبيرة. وشيا طبعا بتترجى اهلها علشان يدوا له الفلوس، وبتقول لهم لو الصفقة ما تمتش هترجع الفلوس تاني، والاب فعلا بيصدق وبيديها الفلوس. بعدها سوكو بتتصل بيهم وبتحذرهم من اللعب معاها والتشهير بيها، والا هتعرف الناس حقيقة هونج، وعلى عكس هونج بيفرح انه استفاد
بيستفزها وبيقول لها انه بيحب شيء وتبطل تجري وراه، وجين بيطلب منها تهدي نفسها وبيقرر ينتقم من هونج، وبيعرفوا انه هيخسروا المناقصه الجايه باي ثمن. وشيا بتكون بتشرب مع هونج وبتساله امتى يتم جوازه منها، فبيقول لها تصبر بس عليه يكسب اخر مناقصه وهيتجوزها وينهي على سوكي تماما. وبعد يومين بيجي وقت المناقصه وبنشوف هونج حاضر ومعاه شيا وقلبهم جامد ومتاكدين انهم هيفوزوا بالمناقصه دي، وليو بيحضر كمان وبيفكر هونج باتفاقهم سوا، فبيطمنوا انه هيفوز بالمناقصه وهيرجع شركته. وبعدها بتبدا المناقصه وهونج بيكون هيفوز بيها، لكن في الوقت ده بيوصل جين مع سوكي وبيرفعوا السعر والمناقصه بترسى عليهم، فهونج بيتعصب وبيتهم انه بيحاول يدمره لانه رفض سوكي، لكن جين بيشغل فيديو كاميرات المراقبه وبيظهر ان هونج هو اللي كان بيجري ورا سوكي وبيتفضح قدام الكل. بعدها بيترجى جين يسيب له الصفقه دي لكن بيرفض وبيطلب له الشرطه هو وشيا بتهمه التشهير بمراته وبيتقبض عليهم فعلا. بس هونج بيشوف ليه وبيسلم على جين وبيعرف انهم اتفقوا عليه، وجين بيمشي مع سوكي اللي بتساله جاب الفلوس دي منين، فبيعرفها انه كان بيتكلم باسم ليو مش اكتر. بعدها بيجي لها تليفون من الشركه علشان تحضر اجتماع، فبتضطر انها تسيب جين وتمشي، وليه بيقول له بتعمل كل ده علشان تقرب منها، بس لما تعرف حقيقتك مش هتسامحك انك خبيت عليها. وبترجع سوكي البيت بالليل وبتلاقي جين قاعد يرسمها تاني، وبتساله لو بيحبها قوي كده علشان يرسمها طول الوقت، فبيقول لها ايوه وبيعترف انه ما حبش غيرها. وتاني يوم ليو بيروح لسوكي الشركه وبيقدم لها اسهم هونج في الشركه لانه شايف انه حقها، بس هي ما بتكونش مقتنعه باللي بيحصل. وفي الاصل جين هو اللي اشتراهم وكلف ليو يسلمهم ليها. وفي الوقت ده والدها بيكون قاعد على نار ومنتظر شيا اللي اول ما بتيجي بينزل فيها ضرب بعد الفضيحه اللي حصلت ليهم. هو بيسال عن الفلوس بتاعته، فبيتعرفوا ان هونج اخذ الفلوس، فبياخدها وبيروح لهونج وبيسالوا عن الفلوس، ولما بيقول لهم انها راحت والدها بيتصدم وبيسالوا راحت فين، فبيقول له ان الديانه خدوها. لكن كيو مش بيقتنع لان المناقصه لما مش بتتم الفلوس بتكون زي ما هي، يعني الفلوس لازم تكون معاه. لكن هونج بيعرفوا انه كان مديون للشركه واخدوها منه، وبعدين بنتهم هي اللي طلبت منهم يستثمروا يروحوا بقى ياخدوا فلوسهم منها هي. هو الشيء بتتصدم انه خلع وسابها متورطه لوحدها في المصيبه دي، واهلها طبعا بيطلعوا دقيقتهم فيها وبيدوها العلقه التمام. اما جين وسوكي بيكونوا بيتعشوا مع بعض، ولما بتعرفوا انه ليه يسلمها اسهم الشركه بيبارك لها، وهي بتشك لانه رد فعله عادي ومش متفاجئ، وبتقول له شكلك كده كنت عارف، فبيعرفها انه ليه لمح له بالموضوع علشان كده ما كانش متفاجئ. وهونج بيشوفها هناك عايشه حياتها بعد ما دمرته وبيكلم ناس علشان يخلصوا عليهم. وبعد العشاء سوكي بتعرفوا انها ترجع البيت وهو بيقول لها انه هيرجع المرسم، بس لين بيكلموا من هناك وبيقولوا انه المرسم مقفول، فبيطلب منه يستناه وهو جاي. وقتها بتكون العصابه اللي هونج كلفها بقتل جين بتراقب المكان، واول ما بيشوف لين بيجروا عليه وبيخبطوه على انه جين، واخوه بيروح وراه للمستشفى. وسوكي بتعرف باللي حصل فبتفتكر ان جين قال لها انه هيروح المرسم، وبتفتكر ان جين هو اللي اتخبط، بس لما بتوصل بتلاقي لين هو اللي في العمليات، وبتفرح ان جين بخير وبتساله عن اللي حصل، وهو بيطمنها ان لين بخير وبيعرفها انه هيعرف اللي عمل كده قريب ويحاسبه. اما هونج بيكون قاعد في البيت وخايف بعد محاوله قتله لجين ما فشلت. وجين بيرجع البيت مع سوكي وكل واحد منهم محتار في حال التاني، وجين بيفكر لو سوكي عرفت حياته هتكمل معاه ولا لا، وهي بتفكر لو اللي حصل لاخوه بسبب هونج ممكن يتخلى عنها. وفي النهايه بيقرروا يناموا ويسيبوا الوقت هو اللي يقرر. والصبح تاني يوم سوكي بيجي لها تليفون من اخوها اللي بيطلب منها تقابله علشان يفرحها باللي هو وصل له، وبتقابله فعلا وبتلاقيه اتغير وبقى غني بعد ما كسب في اخر صفقه فلوس كتير، حتى انه بياخدها تتسوق معاه. ولما شيا بتشوفهم بتقرر انها تلعب عليه بعد ما عيلتها فلست، وبتكون عايزه حد يصرف عليهم، فبتروح لجاك وبتقرب منه وتعمل نفسها ندمانه على اللي قالته زمان. بس جاك بيقول لها تنسى لان عمره ما هينسى انها اذت اخته، وكمان هزقته لما حاول يعرف هي فين، وان هو متاكد انها بتجري ورا الفلوس ومش بتحبه، وبياخد اخته وبيمشي. وجين بيروح يزور اخوه اللي بيقول انه جه الدور انه يرتاح وانه هو اللي يشتغل. وجين بيساله لو شاف العربيه اللي خبطته فبيقول له ايوه. اما شيا بتعرف ان هونج اللي كان هيقتل لين، وبتقول له ان عندها خطه يقضي بيها على سوكي تماما. وفعلا هونج بيروح لها وبيعمل نفسه ندمان على كل اللي عمله، وبيتاسف لها لكنها بتقول له ابعد عنها. فهونج بيطلب منها تيجي تاخد حاجتها اللي عنده وبتوافق، وفعلا بتروح معاه لشركته، بس مساعد جين بيشوفها ماشيه مع هونج فبيبلغ جين علشان يتحرك وراه. وسوكي بتروح مع هونج البيت ومش واخده اخوانها، لكن هو بيكون مشغل بخور مخدر. وسوكي فعلا بتبدا تتاثر، وهونج بيبدا يقرب منها وبيكون هيعتدي عليها، لكن جين بيوصل في الوقت المناسب. وسوكي بتكون ضربته على راسه قبلها وبينزف، وهونج بيتم ان هي اللي قربت منه الاول، بس جين مش بيصدق وبيسلمه للشرطه، وبياخد سوكي للمستشفى وبيستنى انها تفوق، وبيعترف لها بالحقيقه وانه غني وعيلته ما تخلتش عنه زي ما الناس بتقول، وبيسالها لو هتكمل معاه فبتقول له طبعا، لانه بيحبها ومش هتقابل حد زيه تاني. وبعد فتره بنشوف الكل قاعد سعيد ومبسوط. هو ليه بيعرف جين ان هونج اتحكم عليه خلاص. اما سوكي بتسال كيكي ناويه امتى تتجوز، فبتبص لين اللي شكله معجب بيها. بعدها جين بيقدم ورد لجين وبيطلب منها الجواز رسمي قدام الكل، وهي طبعا بتوافق. واخيرا بيرتاح ابطالنا من جو المؤامرات وبيتجمعوا سوا، وهنا بيكون خلص المسلسل. سلام.